صلوا على رسول الله. البشارة أبشركم أنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا تحذير مني أنا شخصيا، ومهم بس مني أنا، فيه أحد يعرف هذا الكلام. أحذر كل من نشر السحر وسحر سحر الإنسان بصفة عامة، سواء رجل أو امرأة أو أطفال أو مسلم أو غير مسلم. أتكلم عن المسلمين الآن اللي سحروا عيالنا وحريمنا، وفي الجزيرة العربية وفي الشرق الأوسط وفي دول الخليج. جميع المسلمين الآن اللي مسحورين، كل من قدم السحر للمسحور، كل من قدم السحر للمسحور، سواء ساحر أو حامل للسحر، يعني طالب السحر والساحر. ولكن أنا أخص بكلامي هذا طالب السحر، يعني اللي راح للساحر وجلب السحر ووصله إلى البيوت وإلى العوائل فأمرضهم. أبشركم أن إصابتهم بأمراض السرطان قادمة لهم. أمراض السرطان ستنتشر وبقوة في جميع من أرسل السحر إلى أحد. كل ساحرة وساحر وطالبة للسحر فأوذي على يدكم أحد، أبشروا بنصر الله، أبشروا بنصر الله قادم عليكم. والإصابة الأولى اللي بتصيبكم أمراض السرطان والأورام ستنتشر في أجسادكم. من بكرة أو من بعد بكرة أو من الليلة، أعطيكم الإحساس اللي بتحسون فيه. تبدأ عندكم آلام بالباطنة، ثم يستشري المرض في أجسادكم بإذن المولى سبحانه وتعالى. انتقام الله قادم حتى تهلكوا. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يعجل لكم بذلك. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يعجل لكم بذلك. الانتقام قادم والأذى عليكم قادم. انتظروا هلاككم، وهلاككم سيبدأ بمرض السرطان يستشري في بطونكم. اللي يستطيع منكم يلحق على نفسه ويستغفر ربه. أول ما يجيه المقطع هذا يبدأ يستغفر ربه ويفك السحر، يروح يعترف بالسحر عند اللي يسحرهم ويبطل السحر عنهم، أو يبطل بأي حال من الأحوال، يشيل أذاه عنهم. إذا كان يعرف أنه حاسد أحد يذكر الله على محاسنهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحميه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرى أنك تائب وخائف من لقائك لله سبحانه وتعالى. فإذا أنت مصر على ما أنت عليه من الأذى فأبشر، فوالله ثم والله ثم والله، فلا أنت ولا أنتي ولا ساحركم اللي رحتوا له ولا ساحرتكم اللي رحتوا لها أقوى علينا أذى من قوة الله عليكم بالانتقام. شوفوا كلامي واضح. أنتوا استقويتوا علينا بالسحرة، واستقويتوا علينا بالأذى، واستقويتوا علينا بالخفية والتخفي، استقويتوا علينا بالخبث والتبطين والتبطن وإظهار المحاسن وإخفاء الخبث، ونسيتوا إن الله سبحانه وتعالى هو من خلق الساحر وخلقكم وسينتقم منكم. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل ساحر وساحرة، الله أكبر على كل حاسد وحاسدة، الله أكبر، الله أكبر على كل عائن وعائنة لم يذكر الله، الله أكبر، الله أكبر على كل حاقد وحاقدة وساحر وساحرة ومعتدي ومعتدية ومؤذي ومؤذية ومنتقم ومنتقمة. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يصيبكم بكافة الأمراض وأن يعجل لكم بهذا الأمر. إن الله على كل شيء قدير. انتظروا وستسمعوا ما قلت بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا موضوعي. اللي مصابين بالسحر، بالعين، بالحسد، مصابين بأمراض السرطان بصفة عامة، لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون أبدا. والله إن شفاءكم قادم ورفع البلاء عنكم قادم، وأن جميع ما ابتليتوا فيه
بإذن الله سبحانه وتعالى إنه لكم شفيع عند الله سبحانه وتعالى، لكم شفيع عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطيب قلوبكم، أسأل الله أن يطيب خواطركم، أسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضاكم. شكرا يا طيبة القلب. أسأل الله أن يفرج همومكم وأن يعجل لكم بالشفاء، إنه على كل شيء قدير. صلوا وسلموا على رسول الله. الله سبحانه وتعالى منتقم جبار، الله سبحانه وتعالى منتقم جبار، سريع الانتقام، سريع الحساب. لا تخافوا. قبل كل شيء أول شيء الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة الرخاء، وعلى نعمة الاستقرار، وعلى نعمة جمع تفرقنا وجمع قبائلنا، وجعلنا كلنا على قلب رجل واحد بنعمة حكامنا وولاة أمرنا آل سعود. أسأل الله أن يحمي الأحياء منهم وأن يغفر للأموات. أسأل الله أن يحمي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وأبارك لنا ولهم وللأمة الإسلامية بهذا اليوم الوطني الجميل ال95 اللي بهالمناسبة من حقنا حنا كسعوديين وكوطن عربي وكخليج نفرح في هاليوم، لأنه انتشلنا من أيام كان فيها الاعتداء قبيلة على قبيلة وأسرة على أسرة وتقطع السبيل وأشياء كثيرة جدا. الحمد لله رب السماوات والأرض استوت حياتنا وتعدلت ولا زالت إلى الآن نطمح إلى الأكثر والأكثر. فهذا يوم بالنسبة لنا من حقنا نحتفل فيه ونفرح فيه. أنا أقول لكم أخواني في المملكة العربية السعودية تحديدا، ومن أراد أن يساهم معنا من أي مكان فالله يبارك فيه ويسعدنا ذلك، أنه افرحوا وارفعوا أصواتكم بأصوات محترمة وبالدعاء لولاة الأمر في الأسواق، على الشاطئ، في الشوارع، بدون إيذاء الآخرين، بطريقة منظمة حسب ما تقتضي وسائل المرور والجهات الأمنية في التنظيم. ارفعوا أعلامكم، ارفعوا رؤوسكم، فأنتم في وطن محمي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الحكام اللي الله سبحانه وتعالى أراد أن يكونوا هم من يقود هذه الأمة للفترة الماضية كاملة. وكل يوم هذا عيد بالنسبة لنا، وكل يوم وطني يجدد الأيام الفائتة. كل يوم نتجدد، وهذا تجديد، نجدد كل عام. السنة القادمة 96 إن شاء الله، 97 حتى نصل لل100 وال200 وال300 بعدنا وأطفالنا وعيالنا كلهم في هذه النعمة اللي احنا فيها. نبارك لنا كشعب، ونبارك لحكومتنا الاستقرار اللي احنا فيه وهالنعمة اللي احنا فيها. أسأل الله أن يطيل أعمارهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرزق كل أمة عربية مسلمة أو غير عربية مسلمة أن يرزقهم من حكامهم من يحكمهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فشكرا لله، شكرا لله، شكرا لله، ثم شكرا لقيادتنا على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ثم قيسوا عليهم جميع القيادات. أسأل الله أن يحميهم. السعودية العظمى. الله يشرح صدرك يا شيخ، اليوم شايفينك ضايق صدرك. حبة معلش، الله يشرح صدرك إن شاء الله. وصدقني إحنا جالسين ندعي لك على دوام الوقت، كل ما ذكرناك أو كل ما لا إله إلا الله تحصلنا دعينا لك، لكن من كثير الأجر إن شاء الله. الله يكتب أجركم ولا يحرمنا منكم، والله يفرح قلبك إن شاء الله في بنتك يا رب. أبشركم اليوم طيبة إن شاء الله. ما شاء الله، إن شاء الله في زود في خير إن شاء الله يا رب. اليوم قريت عليها، أطمنكم اللي سأل عنها واللي يسأل، أسأل الله أن يبارك فيكم. وأنا أعرف أنه المصاب واحد وأنه حنا وياكم شيء واحد. في صناديق أعتقد حطها أخوي تب. اليوم قرأت عليها وتأثرت كثير جدا، لأول مرة يعني يكون تأثيرها قوي جدا إلى هالدرجة. أطمنكم الحمد لله تعرقت كثير وبعدها نامت، وأنا جالس عندها نامت نومة هنيئة، وأسأل الله أن يكون شفاءها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله. أكيد يا شيخ، كل أعمالك ما راح تضيع عند الله، وتلقاها إن شاء الله في بنتك في غيرها إن شاء الله بإذن الله. يا رب. لو يدخلني كيف أعرف؟ تسكتين. طيب يا شيخ، أنا عندي تقفل الميكروفون تسكت. أنا شكلي هكذا هذا. أنت اسكتي، أنت اللي تحت. يلا اللي فوق تفضلي. طيب. استمر. يا شيخ أنا عندي بس رمزين بكتب على السريع تقولها لي وبعدين بقول لك حلمي. زين. رمز الحناء اللي هو في اليد شكل شخص.
إذا كان بشكل خبيط أو بألوان غير مستقرة، فعلى الإنسان رقية نفسه ويتنبه لو لا سمح الله إذا كان عنده أخطاء وذنوب باليد، أما بطش بشيء أو أخذ شيء ليس بحق له أو نعم. فإذا كان الحنة جميل فهذا يدل على فرح يقام. طيب رؤية الميت يجي يسلم علي، يعني وأنه أنت قلت إنه دعوات مستجابة صح؟ هذه دعوة مستجابة دعيتها له لعل الله ينفع فيها. له هو يعني ولا لي أنا؟ دعوة دعيتيها أنت. أي لي أنا يعني. أنت دعيتي له هو دعوة للمتوفى وجاء سلم عليك، يعني وكأنه يقول شكرا دعوة موسى. طيب أنا معلش أنا والله شفت ميتين لي قريبين ما دعيت لهم، إيش معناتها؟ ما دعيتي لهم؟ لا. من الأقارب؟ والله اني احب الصوت انا بصراحه. طيب ابشر. اذا كان اشوف ميت انه يجي يسلم علي وانا ما دعيت له اصلا، فهذا يدل على انه انا على حق في امر من الامور. انا عندي شيء قاعد اسويه وانا محق في تسويته. أقول له سمحت أنا عندي أحلام وأتعب، الحين أنك قريت أبغى أجلس معك، ما أقدر غثيان يصيبني ودوران وما أقدر يعني أجلس معك أتكلم معك. وجلست أردد معك، وقبل يومين لقيت كان فيه بسة دايم بيتنا ما تطلع من بيتنا لها 8 سنوات. يومني جيت ولينا ميتة في الحوش ولن دمها سايل من الحوش. في الواقع؟ ايوه في الواقع. اي سبحان الله، هذا الشر قتله الله عنكم. بس انا يعني تعبانه الحين يمكن 25 سنة يعني مرة اتعب. عشان كذا ما اقدر اتابع معك. ايوه لا تذكرت الموضوع، خلني اكتبه. تذكرت الموضوع. اي صعبت. موضوع مهم جدا لازم تسمعونه وتسجلونه. وهذا خبر سار لكم ولي ولكل مسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. تسمعونه الآن بعد 20,000 راح تسمعونه، اطلعوا فوق 20 راح تسمعونها الآن. واطمئني أنت وكل اللي مظلوم زيكم، كلنا مظلومين. يعني أنا 25 سنة والله أكثر من 25 سنة من تزوجت، يعني من تزوجت وأنا تعبانة بعدين صرت ما أقدر أجلس في البيت. قلق. متى شفتي القطة هذه اللي قلت عليها ميتة؟ يمكن لها 4 أيام تقريبا. 4 أيام. طيب ابدأ استبشري بالخير لأنه الخير قادم، وأنا قلت لكم هذا الكلام. أنا منك تبث يعني أبغى أسمعك. يجيني دوران أبغى أنام أحيانا ما أدري وش تقول. والله إني البارح أبغى أجلس أقرأ معاك إني ما أدري وش تقول. بعدين ما هو بالسنة يعني العيلة كلها تعبانة، الأبو والبنات والعيال كل العيلة تعبانة. طيب اسمعين، أجي الحين في البيت ألف دورة وتجيني أنام يجيني نوم يعني غير طبيعي. لو عندي ناس ما أحس فيهم. صرت أكرر معاك الدعاء اللي انت تقول والله العظيم إني فتحت الباب الصباح إن تلولس البس هذه يمكن كم سنة ببيتنا تلوس على رجولي. أفتح غرفتي ألقاه بالشباك، أفتح غرفة بناتي، أفتح غرفة العيال، كل مكان ألقاه فيها البس هذا. يمكن أكثر من 8 سنوات، بالرغم أني حتى ملابس بناتي ألقاهم فوق السطح، الملابس الداخلية ألقاها فوق السطح. يعني بالدور الثالث. ونفس القط هذا نفس اللي لقيتيه ميت؟ ايوه نفس البسه هذه ميته بنفس الحوش. والله بس اني ما قدرت اصورها، حسيت غثيان يوم شفتها. لا الحمد لله طلعتوها من البيت ونظفتوا مكانها. ايوه طشنا من البيت هذا، بس اني يعني استغربت والله سايل الدم، يعني دم أسود. كأنها مذبوحة يعني مو كأنه موت. ايوه كأنها مذبوحة. سبحان الله. هذا بداية الخير، هذا بداية الخير لكم. استمري على دعاء فك الرهان وحسبي الله على من آذاني. استمروا على التحسب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فك رهاني، واستمروا بالدعاء بمشيئة الله. أنا هذا اللي يكرر يعني دائما. اي نعم كرري كثير جدا كرروه وجدوا مثل ما وجدتي وأكثر من ذلك. بالرغم اني وانا اكرره والله العظيم يمكن قبل 2 شهر او اقل من 2 شهر حلمت. افتحوا الصناديق واطلعوا فوق 20,000 اسمعوا خبر والله بيسر خاطركم وبيكسر خواطر كل من ينقل السحر الى احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه احنا مرشوش ببيتنا، رش ببيتنا السحر، ولين اول ما سكننا عماره رش ببيتنا. تفضلي ايش تبغي تقولي؟ اول يعني وانا تكرر هذا نمت واحلم ولين حرمتين يعني كلها المعرفات.
وانا اجي ولن واحدة مع السيب تمشي، قلت لها وين داخلة بيتي؟ وانا اطلعها مع الباب، يوم طلعتها مع الباب ولن الثاني واقفة على فم الباب جالس في جيب، وانا سكر الباب وهن برا، واحدة فيضت يعني مع الشارع، واحدة طلعت مع الشارع، وانا اجي ولن في السلك مربوطة ببعضها، فكيت السلك هذا ولن راس حية، يا مني فكيت ولن جوا راس الحية هذا السحر، شوف انه الرحيمي إيه. واحد من ارحامي، شكرا بالرغم لك. انها ايوه بالرغم انهم يعني تعبوا، بنتي تعبت وتطلقوا من بعضهم، يعني بنتي هذه الحين دايم تعبانة ما تطلع من البيت. طيب المنام، خلصتي المنام؟ ايه المنام هذا خروجهم من البيت. إيه. شكرا يا مون، شكرا يا مون. خروجهم من البيت هذا خروجهم من حياتكم. نوف مرحبا. هذا خروجهم من حياتكم، والراس الحي اللي وجدتيه هذا يدل على بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد موت القطة، والرؤية هذه تدل على قطع رأس الحية المؤذية، يعني الشر. الحي شطرتون ملفوفة فيه وجواها ورقة، الورقة فكيتها. اي خلاص، انا قلت لك هذا بدايه، انا علمتك من اول، قلت لك هذه بمشيئه الله سبحانه وتعالى بدايه شفائكم، وراح تنتهي الازمه اللي انتم فيها تماما. اسال الله ان يعجل بذلك. قولي امين. استمري على دعاء فك الرهان، استمري على الاذكار الصباحيه والمسائيه، استمروا على المشي حافي الاقدام، استمروا على الحجامه بعد كل فتره واخرى. عبد الله لا تطلع